كل يوم نستخدم الإنترنت، بس هل عمرنا وقفنا وسألنا نفسنا إيش هو الإنترنت فعلاً؟ مو كخدمة، لا، كهيكل مادي حقيقي. يعني إيش هي الأسلاك والسيرفرات اللي تخلينا نتصفح الويب ونرسل إيميلات بثواني؟ خلونا نغوص في التفاصيل التقنية ونكتشف كيف تشتغل هالشبكة اللي غيرت عالمنا بالكامل. في شرحنا هذا رحلتنا بتكون مقسمة ل5 محطات عشان نفكك لغز الإنترنت. بنبدأ بالأساسيات، ما هو الإنترنت؟ وبعدها بنشوف مكوناته المادية، وبنتبع رحلة البيانات كأنها على طريق سريع ضخم، وبعدين بنعرف مين اللي يبني هذه الطرق، وبنختم بقواعد المرور الرقمية اللي تمنع الفوضى. يلا نستعد، الرحلة بتبدأ الحين. طيب خلونا نبدأ من الصفر. ما هو الإنترنت بالضبط؟ ممكن السؤال يبدو بسيط، بس الإجابة لها وجهين. في طريقتين أساسيتين ممكن ننظر فيها لهذه الشبكة، وكل طريقة منها ضرورية عشان نفهم الصورة الكاملة. نقدر نشوف الإنترنت من منظورين. الأول هو النظرة التقنية، يعني نشوفه كشبكة عالمية ضخمة من الأجهزة والأسلاك اللي بتربط العالم ببعضه. والثاني هو نظرة الخدمات، يعني نشوفه كمنصة بتقدم لنا خدمات مثل تصفح الويب والإيميل. في هذا الشرح رح نركز على الجانب التقني، يعني بنفتح غطاء المحرك ونشوف كيف تشتغل الآلة اللي بنيت عليها كل الخدمات اللي نحبها. تمام، خلونا ننتقل من الكلام النظري للواقع الملموس. إيش هي القطع المادية اللي يتكون منها الإنترنت فعلاً؟ هذه هي الأجهزة الحقيقية اللي تنقل بياناتنا حول العالم. حجر الزاوية في شبكة الإنترنت هو شيء نسميه الأنظمة الطرفية أو هوستس. ببساطة هذه هي أي أجهزة متصلة بالشبكة. زمان في بداية الإنترنت الكلمة هذه كانت تعني شيء واحد، كمبيوترات وسيرفرات، لكن اليوم هذا التعريف توسع بشكل لا يصدق. شوفوا بس التنوع هذا، الموضوع ما عاد يقتصر على اللابتوبات والجوالات. الحين الأنظمة الطرفية صارت تشمل كل شيء تقريباً، من التلفزيون اللي نتابع عليه ومنصات الألعاب إلى سياراتنا وكاميرات المراقبة في البيت وحتى براويز الصور الرقمية. إحنا فعلياً انتقلنا من شبكة الكمبيوترات إلى شبكة الأشياء. وعشان تاخذوا فكرة عن حجم الشبكة هذه، في عام 2011 كان في حوالي 2 مليار مستخدم للإنترنت. تخيلوا، والرقم هذا تضاعف عدة مرات من وقتها، والحين تجاوزنا 5 مليار مستخدم. هذا النمو الهائل يوضح حجم التحدي، كيف نربط كل هالأشخاص وكل هالأجهزة مع بعض في شبكة واحدة متكاملة. طيب كيف كل هذه الأجهزة تتصل ببعضها؟ الموضوع يتم من خلال عنصرين أساسيين. الأول هو روابط الاتصال، وهذه هي الأشياء المادية مثل كابلات الألياف الضوئية والأسلاك النحاسية وموجات الراديو. والثاني هو مبدلات الحزم، وهذه أجهزة مثل الراوترات التي توجه البيانات عبر هذه الروابط. نقدر نفكر في الروابط كأنها الشوارع، والمبدلات كأنها تقاطعات تنظم حركة السير. عشان نبسط فكرة كيف المعلومات تنتقل عبر هذه الشبكة المعقدة، رح نستخدم تشبيه قوي جدا. تخيلوا أن الإنترنت مو شبكة معلومات، تخيلوه نظام طرق سريعة عالمي لنقل البضائع. لما نرسل إيميل أو نشغل فيديو، البيانات ما تنتقل كقطعة واحدة. اللي يصير هو أن نظام الإنترنت يقطعها لآلاف القطع الصغيرة اللي اسمها حزم أو باكيتس، وكل حزمة تأخذ عنوان يوضح هي رايحة فين. بعدها تنطلق هذه الحزم في الشبكة، وكل حزمة ممكن تأخذ طريق مختلف، وفي النهاية تتجمع مرة ثانية في وجهتها بالترتيب الصح عشان تكون الرسالة أو الفيديو الأصلي. وهذا التشبيه يوضح الفكرة بشكل ممتاز. الحزمة هي الشاحنات اللي شايلة البضاعة اللي هي بياناتنا، وروابط الاتصال هي الطرق السريعة، ومبدلات الحزمة هي التقاطعات اللي توجه الشاحنات، والأنظمة الطرفية مثل الكمبيوتر أو الجوال هي المباني مثل المصانع والمستودعات اللي ترسل وتستقبل هذه الشاحنات. بما أن الإنترنت يشبه شبكة الطرق السريعة، يجي سؤال منطقي: مين اللي يبني ويدير كل هذه الطرق؟ الإجابة بسيطة، وهي عند شركات كلنا نعرفها، مقدمو خدمات الإنترنت. مقدم خدمة إنترنت أو ال ISP هو في الأساس شركة تبني وتدير جزء من هذه الشبكة. هي اللي تملك الكابلات والراوترات، ومهمتها توصل بيوتنا أو شركتنا، يعني أنظمتنا الطرفية، بشبكة الإنترنت العالمية. نقدر نعتبرهم شركات بناء الطرق ومشغلي بوامات الرسوم في عالمنا الرقمي. نقدر نفكر بالموضوع كأنه طبقات. فيه مقدمي الخدمة المحليين اللي يوصلون الإنترنت لبيوتنا، وفيه شبكات أكبر للشركات والجامعات. بس عشان كلنا نتواصل مع بعض لازم هالشبكات الصغيرة تتصل بشبكات عالمية عملاقة اسمها العمود الفقري للإنترنت. هذه هي الطرق السريعة اللي تعبر القارات وتربط العالم كله ببعض،
وتكون شبكة واحدة متكاملة. طيب، الحين عندنا مليارات الأجهزة متصلة بالشبكة، طرق بناها آلاف مقدمي الخدمة المختلفين. كيف هذا النظام المعقد يشتغل بتناغم من غير ما يصير فوضى؟ الجواب يكمن في وجود مجموعة قوانين مرور رقمية الكل متفق عليها. هذه القواعد اسمها البروتوكولات. البروتوكول هو ببساطة لغة مشتركة أو مجموعة قواعد تحكم كيف يتم تبادل المعلومات. هو اللي يسمح لجهاز كمبيوتر من شركة أبل يتكلم مع سيرفر يشتغل بنظام ويندوز، وهو اللي يضمن إن جهاز مصنوع في اليابان يقدر يتواصل بسلاسة مع سيرفر في أمريكا. من غيرها الإنترنت بيكون مجرد ضجيج رقمي. وأهم بروتوكولين على الإطلاق وهم العمود الفقري للإنترنت هم TCP و IP. خلونا نفكر فيهم كده. بروتوكول الإنترنت IP هو المسؤول عن نظام العناوين، مثل تحديد عنوان الشارع ورقم البيت لكل جهاز. أما بروتوكول التحكم في الإرسال TCP فهو اللي يضمن وصول كل الحزم سليمة وبالترتيب الصحيح، كأنه شركة توصيل تتأكد إنه الشحنة وصلت كاملة. مع بعض هم يشكلون اللغة الأساسية TCP/IP. طيب، مين اللي يحط هذه القواعد المهمة؟ المسؤول الرئيسي عن تطوير هذه المعايير هو منظمة اسمها فريق عمل هندسة الإنترنت أو IETF. هي مجتمع دولي مفتوح من مصممي الشبكات والباحثين والمشغلين المهتمين بتطوير الإنترنت. المعايير هذه تنشر في وثائق رسمية اسمها طلبات التعليق أو RFCs. الحين في آلاف من هذه الوثائق، وهي اللي تحدد بدقة كل جانب من جوانب الإنترنت، من طريقة عمل الإيميل إلى بروتوكولات الأمان. هذا يوضح أن الإنترنت ما يشتغل بالسحر، بل بفضل جهد تعاوني ضخم لتوحيد المعايير التقنية. في النهاية، الإنترنت مو سحابة غامضة، هو شبكة مادية ضخمة من الأجهزة والروابط تتبع قواعد مرور صارمة عشان تنقل بياناتنا في حزم صغيرة، بالضبط مثل نظام الطرق السريعة. لكن مع دخول مليارات المركبات الجديدة على هذا الطريق كل سنة، من الساعات الذكية إلى الثلاجات وحتى المدن كلها، يبقى السؤال الأهم: كيف راح يطور هذا الطريق السريع عشان يستوعب مستقبلنا الرقمي؟ هذا السؤال يحدد شكل عالمنا المتصل في العقود الجاية.